مساء الخير على كل حبايبي ومتابعيني، يا رب دايما كده تكونوا بخير وسعادة. النهاردة فيديو جديد، وصفة جديدة، هنعمل مع بعض اللبن الرايب. وده من أحب الفيديوهات لقلبي، لأن أنا من محبي اللبن الرايب جدا، من غير فرن ومن غير مية سخنة ولا زبادي ولا ليمون ولا أي حاجة من الكلام ده خالص. وفي عز الشتاء هقولك ازاي تعملي أحلى لبن رايب، هيبقى متماسك جدا. وكمان في الفيديو ده هعرفك ازاي تكوني عليه طبقة قشطة كبيرة، حتى لو كمية اللبن بتاعتك قليلة. شايفين بقى القشطة بتاعتنا كتيرة ازاي، واللبن بتاعنا زي ما قلتلكوا كده متماسك جدا. هنعمل منه بقى الجبنة القريش، بس مش في الفيديو ده، هخليها في فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. اللبن الرايب ده تقدري تعملي بيه وصفات كتيرة جدا للدايت، وهنستخدمه كتير في وصفاتنا. وكمان تقدري تاكليه كده في رمضان، او لو عندك عسر هضم بيبقى حلو جدا. شايفين بقى التماسك بتاعه تحفة جدا. تابعيني يلا في الفيديو علشان تشوفي الطريقة، بس يلا بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. طبعا احنا كلنا عارفين اللبن الرايب، بس مش عارفين ازاي بيتعمل. هو سهل جدا، بس ليه تكات معينة كده هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. احنا دايما بنشتريه من بره من السوبر ماركت بتاع الشركات، بس بصراحة ما بيعجبنيش خالص، بيبقى فيه مزازة كده وما بيكونش طعمه حلو. لكن اللبن الرايب الفلاحي بيبقى حاجة تانية خالص. احنا النهاردة هنعمله في البيت ومش هنحتاج نشتريه من بره. لو عندك بقى عسر هضم بتاكليه بيريحك جدا، وكمان أثناء الرجيم بيبقى مغذي ومفيد وخفيف وسعراته بتبقى قليلة، وبينزل الوزن بسرعة. طب في شوية حاجات كده ناخد بالنا منها واحنا بنعمله. اول حاجه اللبن وانا بشتريه ما جيبش لبن الشركات بتاع السوبر ماركت اللي بيبقى معلب كده ومحطوط على رف في السوبر ماركت. ده لبن بيبقى مبستر، ما ينفعش يروب خالص. لكن لازم اجيب اللبن كده من حد انا عارفاه، يعني سواء كده حد من الارياف او من المعمل، على حسب المكان اللي انت فيه. تبقي متفقه مع حد كده يجيبهولك. اللبن بتاعه بيكون طازه وكويس. نقطة تانية ان اللبن ما بيكونش متلج. اللبن اللي هتروبيه ما ينفعش يكون متلج، لازم كده يبقى جاي طازة وتعمليه على طول زي ما قلت لكم. وفي حاجة تانية دايما بتسألوا عليها، الحاجة اللي هنعمل فيها اللبن تكون فخار ولا تكون حاجة عادية. لو عندك طاجن فخار زي كده بيبقى حلو قوي. هما في الأرياف بيبقى عندهم طواجن فخار مخصوصة للبن الرايب، لكن انتي في البيت لو عندك طاجن فخار زي كده ولو بغطا بقى بيبقى حلو جدا لما بتروبي فيه اللبن الرايب. لكن انت لو ما عندكيش مفيش اي مشكلة، ممكن تعملي في اي حاجة عندك، لو في حلة ألمونيوم او حلة جرانيت، او في علبة او في كوبايات ازاز، او في اي حاجة موجودة عندك مفيش اي مشكلة. اللبن بتاعك هيروب وهيبقى زي الفل. ما تخافيش خالص بالنسبة للنقطة دي. انا النهاردة هعمله في حلة عادية جدا، حلة جرانيت. زي ما انتوا شايفين كده انا هجيب اللبن بتاعي، هبتدي كده احط حبة صغيرين عشان انقص من الازازة. هو اللبن جايلي في ازازة كده، نقصت كده شوية من الإزازة ورجيته بقى كويس قوي. عشان اخد منه كده حتة قشطة حلوة لازم ارجه كويس قوي عشان يعمل لي رغوة. زي ما انتوا شايفين كده افضل ارج فيه في الإزازة، بس انقسيه شوية، لازم يبقى ناقص كده شوية عشان تديله مساحة ان هو يترج كويس. خلاص كده انا رجيته حلو قوي، هبتدي كده اصبه في الحل. عايزة اوريكم بقى الرغاوي اللي اتعملت، والرغاوي اللي هتبقى في وش اللبن، ودي اللي هتعملي القشطة. كمية اللبن اللي معايا مش كبيرة، يعني حوالي 4 كيلو. الإزازة دي 2 كيلو، وفي إزازة تانية برضو هحطها 2 كيلو. بصوا بقى الرغاوي اللي فوق اللبن دي أنا عايزاها كده بالشكل ده، عشان دي اللي هتعملي القشطة. معايا إزازة تانية برضو هحطها وحاملة كده الحلة. شايفين بقى برضو رجيتها بنفس الطريقة اللي رجيت بيها الأولانية. بصوا بقى كده يا جماعة، الرغاوي اللي فوق الوش دي مهمة جدا علشان دي هتعملي القشطة. خلاص كده انا حطيت الازازتين، انا قلت لكم الازازتين دول 4 كيلو. الحله انا مكنتش مسخناها ولا اي حاجه، ولا كنت حطاها على النار ولا في الفرن ولا اي حاجه خالص. هغطي بقى الحله بتاعتي واحطها في مكان كده يكون يعني ايدك مش شغاله فيه على طول. انا حطيتها بصراحه في الفرن بس مشغلتش الفرن. انا باكد عليكم يا جماعه، انا لا سخنت الحله ولا شغلت الفرن ولا الكلام ده، مجرد بس حطيتها في الفرن، لان ده مكان كده محدش هيلمسها خالص فيه لمده بقى يوم او يومين. المده دي عايزه اكلمكم عليها، يعني ممكن في الشتاء بيقعد يومين وتلاتة، لكن في الصيف ما بياخدش غير يوم واحد بس. احنا دلوقتي في الشتاء قاعد معايا حوالي يومين،
ولو الجو برد قوي ممكن يقعد كمان ل3 ايام، ما تقلقيش خالص، هو هيروب. بس اهم حاجة اللبن ما يكونش مغلي. انا باكد يا جماعة ان اللبن ما يكونش مغلي، يكون لسه جاي كده من عند واحدة فلاحة كده، او من الارياف، او من المكان اللي هتجيبي منه، يكون طبعا مضمون، وتروحي حطاه في الحاجة بتاعتك على طول وتسيبيه يروب. خلاص كده، هو انا سبته في التلاجة حوالي كده ساعتين عشان القشطة بتاعتي تجمد. بعد ما طلعته من الفرن اللي ما كانش شغال، وبأكد ان الفرن ما كانش شغال، ابتدأت بقى اشيل القشطة. شايفين يا جماعة القشطة عاملة ازاي؟ انا حبيت اشيلها بايديا، لان انا بصراحة بحب امسك كده الخير بايديا. طبقتها كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي كده اشيلها واحطها في البولة واوزنها معاكم. دول 4 كيلو لبن. عايزة اشوف كده يطلعوا قد ايه قشطة. انا شلت الطبقة الاولى بس، القشطة بتبقى عبارة عن طبقتين. سبت الطبقة التانية في الجبنة عشان تبقى كده الجبنة بخيرها وتبقى طرية وطعمها حلو. بصوا بقى، 510 جرام، يعني حوالي نص كيلو. في المرحلة دي بقى لو عايزة تاكلي اللبن كده بيبقى يا جماعة روعة، بيبقى طعمه حلو قوي قوي، مختلف تماما عن لبن الشركات اللي بتجيبيه من السوبر ماركت. شايفين بقى القوام بتاعه حلو قوي قوي قوي، وطعمه بيبقى جميل جدا، مفهوش بقى المزازه ولا الكلام ده. طعمه بيبقى حلو قوي، جربوه هيعجبكم جدا. لو بتعملي دايت تقدري تعتمدي عليه، ولو المعده تعبانه وفي عسر هضم هيريحك جدا. بالنسبة بقى للقشطة اللي احنا شلناها من على وش اللبن، شايفين الكمية دي عملت لي حوالي نص كيلو. اقدر استخدمها في حاجات كتيرة جدا. انا بعمل منها سمنة بلدي، وهنستخدمها في وصفات كتير قوي مع بعض. ولو تلاحظوا ان انا دايما بستخدم في وصفاتي يا اما زيت الزيتون، يا اما السمنة البلدي، او القشطة الفلاحي اللي انتوا شايفينها دي مصدر دهون طبيعي، مناسبة جدا ليكي لو انتي عاملة دايت او بتدوري على الاكل الصحي. في فيديو تاني هوريكم ازاي عملت منها الزبدة اللي انا بسيحها وبعمل منها السمنة البلدي. الفيديو ده انا مسجلاه ومصوراه، بس هنزله لكم في فيديو منفصل عشان ما اطولش عليك الفيديو. يبقى انا هوريكم الجبنة القريش ازاي هعملها من اللبن الرايب في فيديو تاني، وكمان هوريكم ازاي وش اللبن باخده وبعمله زبدة، وكمان بسيحه وبعمله سمنة بلدي اللي بتبقى مفيدة جدا في وصفاتنا، مصدر صحي جدا للوصفات بتاعتنا. وبكده النهاردة في الفيديو بتاعنا عملنا اللبن الرايب بطريقة صحية جدا، من غير بقى ما نستخدم فرن ولا مية سخنة ولا زبادي ولا ليمون ولا الكلام ده كله، ولا الحاجات اللي بيقولوها دي، بطريقة صحية وبطريقة طبيعية. أنا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.